اليوم الرابع في كأس العرب يوم انفجرت فيها المجموعة الأولى وانقلبت فيها الطاولة على كل التوقعات. مجموعة كانت على الورق محسوم لقطر وتونس، لكن على المستطيل الأخضر غير ذلك تماما. نبدأ من تونس وفلسطين. زرقرطاء يتقدمون بهدفين، لكن الفدائي يعود ويقاتل ويقلب الإيقاع ويسجل هدفين خرافيين. تعادل 2-2 نقطة بطعم الانتصار لفلسطين ونقطة بطعم الخسائر لتونس. ونروح لقطر وسوريا. قطر تحاول وتضغط وتسجل، لكن فجأة يظهر عمر الخريبي ويطلق صاروخ من مسافة أكثر من 30 متر. هدف عالمي أسطوري يعيد سوريا المباراة وتنتهي 1-1. يا جماعة الكل كان يرشح قطر وتونس، الكل كان شايف الطريق واضح، لكن جاءت الأحصنة السوداء وجاءت الروح وجاء القتال. فلسطين 4 نقاط، سوريا 4 نقاط، وعلى صدر المجموعة رغم الظروف ورغم الأوضاع ورغم كل شيء منتخبات تلعب بالدم وتلعب بالفدائية. هذه المجموعة هي الأمتع والأشد والأكثر مفاجآت في البطولة حتى الآن، وهذا مجرد البداية، ولا زلنا في جولة المجموعات وفي نهاية المقطع. إذا عجبك المقطع اعمل لايك واشترك في القناة عشان نصل لأول 1000 مشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.